يغلط في الرئيس، هذا المفروض هذا الوزير يعاقب يدخل الحبس. لو جات الدولة دولة قانون، أنا نقولها على المباشر، لو جات الدولة دولة قانون ماشي تاع تليفون، النائب العام يسمع كلام كما هذا تاع بن قرينة يستدعيه رسميا، ينزل بيان، قال بيان من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بناء على ما ورد في كلمة بن قرينة، قررنا نحن والنائب العام لمجلس قضاء العاصمة استدعاء السيد بن قرينة وسماع أقواله في هذه الاتهامات الخطيرة التي تمس بمصداقية الدولة. أمر من عند نائب العام أو وكيل الجمهورية، مصلحة الأمن تستدعي سي بن قرينة، قال سي بن قرينة روح حاكينا هذا الوزير هذا. قد نكتشف أو قد نكشف أنه هناك عدد كبير من الوزراء، وقد نكتشف أن التقارير التي تصل إلى رئاسة الجمهورية كلها مزورة. وأنا مقتنع اقتناع تام أنه على الأقل 50% من التقارير التي تصل إلى الرئيس مزورة. أنا مقتنع. من هو هذا الوزير الذي كان يطمح إلى منصب وزير أول؟ بن قرينة هل يقصد وزير الداخلية أم وزير الطاقة أم وزير السكن أم وزير النقل أم وزير العمل؟ شكون كان يقصد؟ من هو هذا الوزير الذي كان يكذب ويغلط ويزور التقارير التي تصل إلى رئيس الجمهورية؟